انتم عم تراقبوا احمد الشرع. احمد الشرع هذا الرجل اللي مصنف على القوائم الارهاب، عم تراقبوه التحول تبعه بالكلام، حتى كيف الكلام عم يتغير، لغه الجسد عم تتغير، في مين عم يحط حاله على طريق معين، ونحن لساتنا على القائد والفكر والنضال والمر. 30,000 مقاتل، ما بيطلعوا 25,000 مقاتل، يمكن 30,000 مقاتل حرروا حلب وحرروا حما وفاتوا على الساحل وفاتوا على حمص وفاتوا على الشام وقاعدين بالسلطه بدمشق. انتم 150 200,000 مقاتل ما عرفتوا تحشوا على دير الزور. مربعات الامنيه مباراه لقمتوهم. تمثال حافظ قدر مثل خازوق البحر حاطين اياه صار له كذا سنه، لك ما بتخجلوا على حالكم. فريقين انتم صايرين، فريق مع مظلوم عبدي وفريق مع قنديل، هذا له قرار وهذا له قرار. جوانا شوركار ممنون عليهم. اسايش ما بسجل تحكي مع جوانا شوركار لانه من قنديل مدعومين الهافالات. بيقول لهم مظلوم عبدي لا ترفعوا صور القائد اوجلان تعملوا استفزاز، بيطلعوا شكاره بمظلوم ما بيردوا عليه، يعني مو شايفينك نهائيا الزلمه، فيا ثقيل يعتقلون. نفس الفكر تبع جماعه ابو البيش والبعثيه مكرر، بس بقى بمود المباري بيطلع بالخطاب بيقول تنظيم قسد. قائد تنظيم مدرج على قوائم الارهاب ما زال لحد الان قال بيسمي قوات سوريا الديمقراطيه تنظيم. يا لسخريه الاقدار. وما بنسمح بالانفصال، لانه صار انفصال عندنا، رح يصير انفصال بالعراق وانفصال بكاليفورنيا وبكاتالونيا وبوركينا فاسو وبالهند وبالمريخ. حكيم قائد عبقري. مظلوم ما نزل وقع معك، وقال لك بدنا وحده وطنيه ونشارك بالجيش نعمل انتقال سياسي ونبني هالوطن مع بعضنا البعض. مين قال لك انه انفصاليين الجماعه؟ بدك تضلك هي الرساله عم تبعتها لتركيا؟ ردوا عليك الاتراك لما طلعت قالت على قسد تنظيم. صار قائد تنظيم يحكي على قوات سوريا الديمقراطيه اللي عددها 150 الى 200 الف. هلا بيقولي عم دافع عنهم، انا عم بقرا المشهد. صار ينحكى عنهم هذين تنظيم وهذا ينحكى عنه حكومه. شفتوا مهزله وشفتوا قذاره اخلاقيه وشفتوا جمهور غبي اكثر من هيك؟